يا مساء الفل والجمال. أهلا وسهلا بيكو، معاكو نهلة فؤاد، وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. تخيل معايا لو صحيت بكرة ولقيت انك اتنقلت تعيش في بيت تاني وشغل تاني ووسط ناس تانية، تفتكر هتنجح؟ ولا هتقضي أول سنة بتقول يا ريتني كنت لسه هناك؟ الغريب إن ناس كتير بالفعل عايشة كده رغم إنها ما اتنقلتش في حتة. في ناس مشكلتها مش إنها في مكان غلط، مشكلتها إنها رافضة المكان اللي هي فيه، رافضة الشغل، رافضة المدير، رافضة المدينة، رافضة الظروف، وأوقات كمان رافضة الناس اللي حواليها. الرفض ده بيستهلك طاقة أكتر بكتير من الشغل نفسه، لأن كل يوم بتصحى بتدخل معركة، مش مع الناس، مع الواقع. خليني أسألك سؤال، عمرك دخلت مكان وأول 5 دقايق قررت إنك مش طايقه؟ بعدها أي حاجة حلوة حصلت فيه ما خدتش بالك منها، لأن عقلك كان واخد القرار خلاص. وده اللي بيحصل في حياتنا. إحنا ساعات بنقرر إن الشغل وحش، فنبدأ نشوف الوحش بس. بنقرر إن الشخص ده مستفز، فنفسر أي كلمة منه على إنها استفزاز. بنقرر إن المدينة دي مملة، فتعدي على 1000 حاجة جميلة ولا نشوفها. التقبل مش معناه إن كل حاجة حلوة، ولا إنك توافق على الظلم، ولا إنك ما تغيرش حياتك. التقبل معناه إنك تشوف الواقع زي ما هو، مش زي ما غضبك بيصوره. واحد بيقول أنا مش هنجح غير لما ألاقي الشغل المثالي، واحدة بتقول هرتاح لما أسيب المكان ده، وواحد تالت هيقول هبدأ حياتي لما الظروف تتحسن. لكن الحقيقة في ناس نجحت في أماكن أصعب منك بكتير. ليه؟ لأنهم استخدموا المكان بدل ما فضلوا يحاربوه. في قاعدة حلوة قوي، أول حاجة بتتقبلها بتعرف تتعامل معاها، وأول حاجة بتفضل تنكرها هتفضل مسيطرة عليك. لو فضلت طول الوقت تقول أنا مش المفروض أبقى هنا، عمرك ما هتعرف تستفيد من هنا. بص حواليك، كم شخص ضيع سنين مش لأنه فاشل، لكن لأنه كان مستني الحياة تتغير قبل ما يبدأ يعيش. وعلى فكرة بقى، أنا عايزة أقولك على حاجة، مش لازم تحب كل الناس، ومش لازم تعشق شغل، ومش لازم تعتبر كل مكان جنة، لكن لازم تتقبل إن ده الواقع الحالي، ومن النقطة دي تقرر هتبني إيه. أكتر ناس بتوصل مش اللي حياتهم كانت أسهل، لكن اللي عرفوا يشتغلوا بالموجود لحد ما صنعوا اللي كانوا بيتمنوه. في النهاية يمكن النجاح مش محتاج مكان جديد، يمكن محتاج عين جديدة تشوف اللي في إيدك قبل ما تفضل تدور على اللي ناقصك. لأن أوقات بيكون أكبر عدو للنجاح مش الظروف، لكن مقاومتك المستمرة ليها. أنا نهلة فؤاد، ودي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل تلات وجمعة، وما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا أفكار مركزة في وقت محدود. أشوفكم الحلقة الجاية.